السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل اكلة كل الناس بتحبها، الكرشة والممبار. اول حاجة انا وريتكم الممبار، انا غسلاه كويس وعصر عليه ليمون. بعد ما غسلته كويس غسلته بالليمون والدقيق والملح، عملت له محلول نقع كده لمدة ساعتين. بعدين شطفته كويس وصفيته. بنعمل الخلطة بتاعة الممبار العادية دي، بتكون لازم ني في ني. ضربت البصل وتوم وفلفل حامي كده في قطعة البصل. خلاص. بعدين بحط البهارات، ملح وفلفل وكمون وشطة، وبدعكم كويس. بدعك البصل كويس بايدي، لازم بقى كلنا في بيتنا بنعمل بالايد. بس انا لو لقيت بصل او اي حاجة كبيرة انا مش بحب اسيبها، لازم البصل وكل حاجة تكون مش باينة جوه الممبار يعني. زيت. طبعا حطينا بهاراتنا كلها، اساسي الشطة طبعا، غير ان انا حاطه فلفل اخضر حامي برضو، بس بفضيه انا عشان ميبقاش حامي عشان بابا. كمان هنقطع الطماطم، بعملها في قطعة البصل، عشان عادي دي في ناس بتقطعها بالسكينة، يعني طماطم الممبار مش بتبقى مضروبة قوي، بس انا بعملها في قطعة البصل او في كبة عادي، مش لازم في الخلاط، في الكبة. بصوا، انا ما بحبش اي حاجة تيجي على الترابيزة بتاعة المطبخ وانا بعمل، على طول حتة المطبخ في ايدي، الفوطة بتاعة المطبخ. برضه سامحوني، انا مش شاطره برضه في الفويس اوفر ولا في الحق، لسه قناه صغيره، كل مره هقول لكم هتكبر بيكم ان شاء الله. احلفكم بالله تدعوا لامي بالرحمه والمغفره في الايام الكريمه الحلوه دي، وكل سنه وانتم طيبين. انا بحب اعمل اكل اللي ماما كانت بتعمله. قطعنا الخضره على الرز والخلطه اللي قلنا، ضربنا البصل والطماطم وكده ودعكناهم كويس. انا قاعده اوريكم الحشو ازاي. انا ولا مش بحشي بالقمع ولا بمعلقه ولا باي حاجه، انا بحشي بايدي كده. اتعودت، ماما الله يرحمها كانت معوداني على كده. والله واسهل، يعني القمع برضو مش سهل زي كده، ده سهل جدا. يا رب يكون طريقة الحشو واضحة. طبعا كلكم برضو كل مرة اقول لكم كلكم شطورات وبتعرفوا تعملوا، بس احنا بنشجع بعض وبنساعد بعض، يعني بنشجع بعض. اللي يشوفني بعمل الاكلة الحلوة دي اكيد هتعملها هي كمان. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صلوا على النبي وعلى ال بيت النبي، الصلاة على النبي حلوة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مش هعلمكم برضو، بس بنفكر بعض، بناخد ثواب من بعض كده. اهو شفتوا طريقة الحشو، وخلصت الحشو وعملت كوباية قهوة جميلة، فنجان قهوة، ونضفت المطبخ، بوريك اهو المطبخ نظيف وزي الفل. خلاص. ده كان الممبار انا عملته، يعني احنا كنا صايمين يوم الخميس، عملته من يوم الاربع عشان اخلي الخميس للكرشة، عشان الكرشة لها قصة تانية. شفت فنجان القهوة الجميل، جبت الكيكة، لازم ترويقة المزاج كده. تاني يوم، يوم الخميس الصبح، انا دي الحله غليت الميه قوي، وحطيت بصل وفلفل اسمر وثوم، فصين حبهان، شويه ملح صغيرين عشان الممبار ما يفرقعش، وانا مش ملياه رز قوي عشان يبقى برضو مظبوط، ما يخرجش من يفرقع ويبوظ مننا. طب على ايه؟ خلوا الرز مش كتير فيه. اهو انا بسلقه، اهي الطريقه. برضه بوري بنوتاتي وحبايبي الصغنطاطين الطريقه ازاي، كل بنت صغيره لسه متجوزه جديد بتبقى عايزه تتعلم يعني، وانا زي مامتها. دي الكرشة انا غسلها كويس ونقعها برضو. على فكرة انا نقعتها في التلاجة بمية وليمون وشوية ملح صغيرين من بالليل للصبح. والله طريقة حلوة جدا، متخليش اي زفارة ولا اي حاجة فيها. خلاص انا بديها صدمة. سخنت الزيت قوي وحطيت عليه الكرشة، وبوريكم انا هضرب ايه في قطعة البصل، بصل وتوم. هضربهم قوي واحطهم عليها، بس بعد ما تتشرب كل ميتها، مخليش فيها اي حاجة خالص، تنشف على الاخر يعني. اهو حطيت البصل والثوم بعد ما ضربتهم كويس قوي، وبغطيها واسيبهم ايه مع بعض، وهضرب طماطم
برضو مش كتير. انا على فكرة انا بعملها مش بصوص كتير ولا الطماطم الكتير وناكلها برز والكلام ده، لا. انا بعملها ناشفة، وفيها الطماطم فيها برضو الصوص بتاعها بيبقى حلو جميل جدا، بناكلها بعيش مع الممبار. في ناس بيعملوها بالصوص كتير، صوص طماطم كتير، ويعملوا معاها رز ابيض، بس انا مش بحب الطريقة دي. والله خدوا طريقتي دي حلوة قوي، هتعجبكم على فكرة. بس تقريبا ما اتصورتش. انا لما حطيت الكرشة في الاول، قبل ما احط عليها البصل واي حاجة، عصرت عليها ليمون. دي التركاية بتاعتي عشان ميبقاش فيها زفارة خالص، والله ولا كان فيها اصلا ريحة كرشة في البيت اساسا. خلاص كده انا حطيت عليها الطماطم وحطيت شوية مية سخنة عشان الكرشة بتاخد سوا جامد، كلنا عارفين. وهو الممبار بيتسلق والكرشة وطيت عليها. انا بعمل للكرشة طشة بعد كده زي الملوخية بالظبط. انا اوريكم الممبار انا بطلعه اهو. بصوا ما شاء الله جميل، ولا حاجة فرقعت ولا اي حاجة خالص، كله متظبط. يعني عايزة اقولكم على حاجة، انا والدي بيحب يبقى الشوربة يبقى فيها رز، بيحب يشرب شوية منها، ما لقاش فيها رز نازل، كل الدنيا كانت تمام. اهو انا بحمره. بس على فكرة الممبار ما تحطوش زيت كتير في التحمير عشان هو بينزل دهون كتير قوي منه. وحطوا شوية ملح وغطوه علشان ما يطرطش على وشكم. كلكم عارفين الممبار بيبقى ازاي. كل بنوتة صغنطوطة لسه متجوزة هتعرف برضو تتعلم مني ان شاء الله، انا زي مامتها. واخواتي وحبايبي برضو يتعلموا مني، كلنا بنعلم بعض على فكرة يعني. وادي الطشة بتاعت الكرشة دي قبل ما تستوي تقريبا 3/4 سوا يعني. طشة توم وكزبرة وشوية ملح صغيرين. يا الله على الريحة، العمارة كلها حست ان انا بعمل كرشة وممبار والله، من ريحة الطشة بس. يعني مش اي ريحة كرشة وحشة ولا الكلام ده خالص، كانت جميلة والله. وانا بحلف على فكرة صدقوني، كل اللي يعمل بطريقتي دي هتبقى احلى حاجة. واللي هيدي الكرشة طعم لذيذ عصرة الليمون اللي كانت في الاول قبل ما احط البصل والثوم وكل حاجة. وادي الخل، وادي الطشة. يا سلام، مش هنشهق فيها دي ما فيهاش شهقة. واهم حاجة يا حبيبتي يبقى المطبخ من حواليكي نظيف، ولا توسخي بوتاجاز ولا توسخي مطبخ ولا اي حاجة خالص. هتخلصي الاكل تلاقي الدنيا نظيفة من حواليكي. وادي الفطار بتاعنا. والله انا بحط، مش مديني فرصة. وعلى فكرة دي الاكلة بتاعت بابا بقى. بابا بيحب يحط عيش على الشوربة بتاعت الممبار وعصرة ليمون عليها، وبيحب البصلة بتاعت الممبار، فحبيت اوريكم الاكلة. وده كان فطارنا، ومش مديني فرصة اصور يعني، كله بقى ياكل. الملوخية وادي الكرشة اهي، والممبار مخلل وشوربة الممبار. الملوخية كانت عندنا من قبل كده يعني. وبألف هنا وشفا. ويا رب يكون الأكل عجبكم واستفدتوا مني، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يبلغنا رمضان جميعا واحنا في أحسن صحة وفي أحسن حال. أحلفكم بالله تدعوا الأمي بالرحمة والمغفرة. ويا رب تكونوا اتعلمتوا الأكلة حلوة وسهلة. سلام عليكم.